نبدأ فوراً اليوم بخبر يعني نقدر نقول هز الوسط الكروي شوي. أكيد. المهاجم السوري عمر السومة فجأة بنسمع إنه انضم للوداد البيضاوي المغربي، والهدف كأس العالم للأندية. بالضبط. شي ما كان حدا متوقعه أبداً، والأسئلة كترت. كيف صارت؟ وشو القصة وراها؟ تماماً. المصادر اللي معانا اليوم بتحكي قصة مليانة تفاصيل وردود فعل مختلفة جداً. صحيح. رح نحاول نفهم خلفيات الصفقة، شو الأصداء اللي عملتها، وشو الناس متوقعة منه هناك. هو المشهد بحد ذاته غريب شوي ومثير بنفس الوقت. يعني تخيلي السومة القميص رقم 99 بيستعد يلعب ضد فرق مثل مانشستر سيتي، يوفنتوس. شي كبير فعلاً. ولما طلع الخبر الرسمي يعني البعض انصدم صدمة حقيقية. صحيح، بس بالمقابل كان في حماس كبير جدا عند ناس تانية شافوها مثل ما قلتي عودة للروح. أيوة، قالوا فرصة جديدة للاعب. يمكن البعض فكر إنه خلص يعني وقته قرب ينتهي. بالضبط. لكن طبعا مع الحماس ده كان في كمان خلينا نقول بعض التشكيك. طبيعي، بس الأصوات اللي بتدعم السومة كانت عالية برضو. بيقولوا إنه إضافة قوية للبطولة. طيب، على أي أساس؟ بيستندوا على تاريخه. سجله التهديفي بالدوري السعودي معروف. أهدافه الحاسمة مؤخراً سواء مع منتخب سوريا ضد أفغانستان أو حتى ال 12 هدف مع ناديه العروبة. يعني الأرقام بتتكلم. بالضبط. حجتهم إن اللي بيشكك فيه يعني كأنه بيتجاهل الواقع والأرقام دي. آه، بس بنفس الوقت طلعت وجهة نظر تانية، يعني عملت جدل، خصوصاً بحسب المصادر من بعض الإعلاميين بالسعودية. أيوة، سمعنا عنها. السؤال اللي طرحوه كان يعني غريب شوي. كيف السومة يشارك وكريستيانو رونالدو لا؟ المقارنة دي بحد ذاتها أثارت ردود فعل قوية. جدا. في ناس فسرت مشاركة السومة بشكل مختلف تماما. قالوا إنها زي مكافأة إلهية. مكافأة إلهية؟ كيف يعني؟ يعني لأنه لاعب بيوصفوه دايما إنه بار بوالديه، وإنه توفيق من ربنا له. وجهة النظر دي بتقول خلاص يعني كفاية اعتراض، وشوفوا الموضوع من زاوية تانية. مم. طيب، بعيداً عن النقاشات دي كلها، اللاعب نفسه كيف وضعه؟ ده تحفظه الإعلامي. يعني بيرفض يعمل تصريحات كتير قبل البطولة. كأنه بيجهز لرد معين يعني. ممكن جدا كأنه بيقول الرد حيكون في الملعب. يمكن بيفاجئنا بأدائه. وفعلاً وجوده رسمي في قائمة الوداد رقم 99. أيوة. والكلام حالياً عن شراكة هجومية ممكن نشوفها مع لاعب خبرة تاني، نور الدين أمرابط. دي ممكن تكون ثنائية قوية. أكيد. الاختبار الحقيقي طبعاً هو المباريات الجاية. مانشستر سيتي يوم 18، وبعدها يوفنتوس يوم 22. والعين الإماراتي يوم 26. كل المواعيد دي بتوقيت سوريا. العيون كلها حتكون عليه. طيب، في تفصيلة كمان كشفتها المصادر بخصوص كيف تمت الصفقة. تفضلي. إنه الوداد بالأصل حاولوا يجيبوا عبد الرزاق حمد الله، المهاجم المغربي المعروف، صحيح؟ بس نادر رفض العرض، ودل فتح الباب للسومة. وهذه النقطة بالذات يعني فتحت باب مقارنات تانية. كيف؟ المصادر بتقول إن فيه جماهير بالمغرب مش بس شايفين السما بديل كويس، لا، شو شايفينه؟ فيه ناس بتعتبره أفضل من حمد الله، لدرجة إن البعض هناك حسب المصادر بيسموه كابوس حمد الله. كابوس حمد الله؟ دي قوية. بتعكس تقدير كبير للسومة هناك يعني. إذن اللي بدأ كمفاجأة أو حتى صدمة للبعض صار واقع. عمر السومة في كأس العالم للأندية. خلاص الموضوع حقيقة. والسؤال الكبير اللي باقي، هل حيقدر يترك بصمة؟ يسجل أهداف قدام دفاعات قوية زي السيتي أو اليوفي؟ الملعب هو اللي حيحكم. أكيد. الجواب حيكون هناك. بس القصة دي كلها يعني اللي ما كانت أبداً بالحسبان بتخلي الواحد يفكر تفكر بإيه؟ بطبيعة الكرة نفسها. كيف ممكن كل شيء يتغير فجأة؟ بالضبط. هي بتذكرنا دايماً إن مسيرة لاعب ممكن تاخذ منعطفات غريبة جداً، غير متوقعة بالمرة، والفرص ممكن تيجي وتعيد كتابة كل التوقعات. وهذا بيخلينا نسأل، يا ترى شو في قصص تانية غير متوقعة ممكن نشوفها بالبطولة دي أو حتى بمسيرة لاعبين تانيين بالمستقبل؟ سؤال مفتوح. عالم الكورة دايماً مليان مفاجآت.